السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد عليكم إن شاء الله من أيام نادي الأهلي في الدوري العام المصري. مباراة النادي الأهلي وأسوان طبعا على أرض زهرة الجنوب أسوان تماسيح النيل اللي كانوا النهاردة بلا أنياب أمام الفارس الأحمر. الماتش كله خلص حوالي يعني في الشوط الأول. الشوط الاول كان ممتاز جدا من النادي الاهلي ومن اكتر من لاعب في النادي الاهلي وبالذات حسين الشحات ومروان عطيه. 3 اسيست لحسين الشحات في الشوط الاول، واحد منهم لكهربا عمل عرضيه وحطها كهربا بدماغه ولا احلى ولا اروع، والتاني كان كره ارضيه لعبد القادر اللي قدر يستلمها ويحط تسديده في المرمى من داخل منطقه الجزاء. بعد الهدف الثاني اسوان لعب لعبه واحده بس، وهي تعتبر اللعبه الوحيده اللي راح واخترق بيها، وتسبب الباك شمال النادي الاهلي في ضربه جزاء صحيحه بالنسبه لي. يعني الحركه دي احنا كنا بنعملها في الخماسي، يعني لما حد يعديني وانا عايز ارازيه او عايز اضايقه اعمل له الكره دي، ولكن حسبها البنا فعلا ضربة جزاء. ولكن تألق محمد الشناوي، ودي كانت نقطة تحول في اللقاء، ان محمد الشناوي يصد ضربة الجزاء عشان بعدها يعمل حسين الشحات الاسيست الثالث لمحمد مجدي قفشه اللي بيحرز هدف وبيعتذر لجماهير النادي الاهلي على مسلسل اهدار الفرص اللي كان بطله محمد مجدي قفشه، ولكن اتفك خلاص العقده على ايدي اسوان واحرز محمد مجدي قفشه هدف. بعدها بقى تحس ان المباراه انتهت اكلينيكيا، يعني فرص على استحياء بين الفرقتين. مارسيل كولر خلاص بدا ان هو يعمل تغييرات ويريح لعيبته وينزل اللعيبه اللي هيحتاجها في ماتش سان داونز. مباراة يعني مش مباراة، نقول شوط أول هايل من النادي الأهلي ومحاولات من أسوان ولكن بلا جدوى. تماسيح النيل اليوم بلا أنياب أمام نسر النادي الأهلي المفترس اللي قدر إنه يحقق المطلوب منه. وادي كرة في العارضة وترجع تاني. لا تسديدة في العارضة من خالد عبد الفتاح، لكن تسديدة قوية جدا من شادي. ده والله ده من شادي، حطها من 30 تسديدة حلوة اهي دلوقتي من شادي حسين، ولكن فين؟ يعني القائم وقف امام شادي حسين في الكرة اللي فاتت دي. ولكن بص شوف بقى النادي الاهلي، وبص شوف الناس اللي كانت بتتكلم وبتقول لك اصل النادي الاهلي عامل صفقات، اصل قندوسي لازمته ايه، اصل مروان عطيه لازمته ايه. مروان عطيه من نجوم اللقاء النهارده. قندوسي بيتجهز عشان يلعب. انت عندك كام بطوله هتشارك فيها، ولسه كمان النادي الاهلي بيقول ان هو هيشارك في البطوله العربيه. بطولات كتيره، محتاجين لعيبه، احنا محتاجين لعيبه وكل اللعيبه هتلعب والفرص هتيجي للجميع. ولكن شابوه لاداء النادي الاهلي في الشوط الاول بصراحه، والشوط الثاني قدر انه يسير اللقاء زي ما هو عايز. وبالفعل دلوقتي بينتهي الشوط الثاني وبينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي على زهرة الجنوب أسوان بثلاثية نظيفة، وشوط أول كان مليء بالقطايف واللطايف والحلويات. دلوقتي بيكون خلص الفيديو بتاعنا. يا ريت لو الفيديو بتاعنا عجبك ما تنساش تعمل لايك وفولو للصفحة لو بتتابعنا على الفيسبوك، ولو بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناة اليوتيوب. سلام.